اتخطبتي وفرحك بعد سنة بعد سنتين او مش مخطوبة اصلا، تعالي تابعي معايا الفيديو ده. اولا مش شرط عشان انا عروسة ابدا اجهز في نفسي او اجي قبل الفرح بشهر ابدا بقى مزنوقة وعايزة اعمل كل حاجة واعتني بنفسي واعتني ببشرتي. الحاجات دي عشان تطلع صح لازم تعتني قبلها بفترة طويلة، يعني لو فرحك بعد سنة يبقى تبدأي معايا من دلوقتي. اول حاجة مش شرط انت عروسة او مخطوبة او مش مخطوبة ما تروحيش لدكتور نسا، لازم تروحي لدكتور نسا تكشفي. على فكرة الكشف مش زي ما انتم متخيلين، الكشف ممكن يبقى بالكلام، لو في عندك اي حاجات مش كويسه اي الكلام ده تقدري تعالجيه. ابداي ليزر عشان ازاله الشعر، لان الليزر بيحتاج على الاقل سنه من قبلها عشان يكون على بعد السنه ما جت الايفكت بتاعه كويس جدا. ابداي عالجي اي مكان فيه حبوب، زوري دكتور الجلديه، اي مكان فيه تصبغات يقدر يفتحهولك، اي مكان فيه حبوب الظهر، اي حبوب عندك مضايقاكي في اي مكان تبداي تعالجيها. زوري دكتور السنان لو سنك محتاجه تتعالج، اعملي تنظيف وازاله جير لاسنانك. كل الحاجات دي تعمل قبل الفرح بفتره مش وقت الفرح. زوري دكتور تغذيه لو انت وزنك زايد جدا ومحتاجه تظبطيه عشان الفستان، لو انت نحيفه جدا ومحتاجه تتخني شويه عشان الفستان. عندك حاجات كتيره قوي، عندك اماكن فيها تصبغات ومحتاجه تقشير كيميائي او تقشير بارد. كل الحاجات دي تتعمل قبل الفرح بفتره، مش شرط خلاص استنى لحد قبل الفرح باسبوع ولا اسبوعين وابقى مزنوقه وعايزه اعمل كل الحاجات دي، وكل الحاجات دي في الاخر بتتكروت. والحمام المغربي على فكره اساسي جدا، مش شرط العرايس بس اللي تعمله، ممكن انت بنوته في البيت تجيبي حاجه الحمام المغربي وتعمليها في البيت. لو عجبتكم السلسله واستفدتوا من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو عايزين فيديوهات كتير عن الحاجات دي اكتبوا لي تحت في الكومنت وهرد عليكم.